السلام عليكم دفعة تانية ثانوي. النهاردة هنتكلم على أول درس في تاني باب. الباب التاني بيكلمك على بنية الذر. خلاص بقى خلصنا من أول باب والمسائل بتاعته وكل الكلام ده. ندخل بقى على إيه؟ على بنية الذر. هو يعني إيه أصلا بنية ذرة؟ دلوقتي هو هيكلمك على الذرة إحنا عارفينها وعارفين شكلها عامل إزاي، وإن فيها نواة والنواة فيها بروتونات ونيوترونات. في عندك بره النواة في عندك مستويات طاقة بيدور فيها الإلكترونات وكل الكلام الجميل ده. ده اللي إحنا عارفينه دلوقتي. بس زمان ما كانوش عارفوا الكلام ده. ففي علماء بدأوا إن هم يدوروا إيه، يحاولوا يعرفوا تركيب الذرة ده عامل إزاي. ومن ضمن المحاولات دي كان عندك نموذج اسمه تومسون، ونموذج لرذرفورد، ونموذج بور، ونموذج للنظرية الحديثة. تمام. طيب النهارده هنتكلم على أول نموذجين معانا، نموذج تومسون ونموذج رذرفورد. وده أول درس بالنسبة لك في الباب التاني. طيب لو احنا نتكلم عن نموذج تومسون مثلا، تومسون ده كل اللي قاله لك قال لك ايه؟ ان الذره عباره عن كره مصمطه. يعني ايه كره مصمطه؟ يعني كره صلب. ماشي. كره مصمطه متجانسه من شحنات كهربائيه موجبه، وداخلها عدد من الالكترونات السالبه. تمام. هو قال عدد من الشحنات السالبه، ويبقى عندك كده في شحنات موجبه وشحنات سالبه، والاتنين قد بعض. فكده يعمل ايه؟ كده خلى الذره بقت متعادله كهربيه. فلو جينا نشوف شكلها كان عامل ازاي، فهي كانت بالشكل ده بالنسبه لي. ان احنا عندنا في شحنات موجبه وقدها شحنات سالبه. فبان انت عندك الموجب قد السالب، كده بقت الذره ايه؟ متعادله كهربيه. يبقى كل اللي تومسون قال ايه؟ قال ان الذره عباره عن كره مصمطه متجانسه من الشحنات الموجبه، ماشي، وبداخلها عدد من الشحنات السالبه، والاتنين قد بعض، عشان كده بيخلي الذره ايه؟ متعادله كهربيه. طب كده يا باشا انت خلصت ايه؟ اول نموذج معاك اللي هو نموذج تومسون. خش على نموذج رذرفورد. مبدئيا رذرفورد ده كان عالم كبير. هو عالم كبير، فما كانش بيعمل حاجه بايده هو. امال كان بيعمل ايه؟ كان في تحت ايده تلامذه. التلامذه دول هم اللي يعملوا ايه؟ التجارب بتاعته. فهقول لك هنا ايه؟ هقول لك ان اللي عمل اصلا نموذج رذرفورد، او اللي عمل التجربه بناء طبعا على تعليماته هو، كان عالمين، واحد اسمه جايجر وواحد اسمه مارسدن. يبقى جايجر ومارسدن هم اللي عملوا تجربه رذرفورد بناء على التعليمات بتاعته. طيب حلو قوي الكلام ده. وبعدين ايه بقى تجربه رذرفورد دي؟ ايه دنيتها؟ قال لك بص، اول حاجه كان عنده شويه ادوات. راح عامل ايه؟ جاب صندوق من الرصاص وحط جوه جسيمات اسمها الفا. ماشي. طيب، والفا دي موجبه. وراح جايب لوح معدني وحط بطنه وخلاه عمل منه طبقه. عمل طبقه عليه من الزد ان اس اللي هو كبريتيد الخرسين، وهنعرف ليه كمان شويه. تمام. وبعدين جاب صفيحه من الدهب، صفيحه رقيقه كده من الدهب. طب وبعدين عمل ايه؟ اول حاجه خلى جسيمه الفا دي تخبط في اللوح المعدني. فلقى ان اللوح المعدني ده لما بتخبط في جسيمة الفا، وانت عامل له طبقة من الزد ان اس اللي هو كبريتيت الخرسين، بيعمل وميض. يعني بيعمل اضاءة كده مكان ما ايه؟ مكان ما يخبط. تمام. طيب، بدأ يحدد الإضاءة دي موجودة فين. وبعد كده بدأ يحط ايه؟ شريحة الذهب دي، ويشوف ايه اللي هيحصل. هل هيخبط في نفس المكان، ولا هيخبط في مكان مختلف، ولا ايه اللي هيحصل؟ وده اللي بدأ يعمله فعلا، وطلع معاه الشكل ده. ده كده السورس اللي كان فيه الفا. ماشي. لو جيت بصيت هتلاقي ان الجزء المعظم دخل في نفس المكان. ده كان الجزء اللي كان عامل وميض اصلا قبل ما يحط ايه؟ قبل ما يحط الدهب. فهتلاقي المعظم خبط في نفس المكان. بس لو لاحظت هتلاقي في عندك على اليمين وعلى الشمال في برضه وميض ضعيف طبعا مقارنة باللي في النص. في برضه وميض على اليمين وعلى الشمال بتاع الموضع نفسه. وهتلاقي في كمان وميض قليل ايه؟ بيرتد العكس. تمام. طيب احنا محتاجين نفهم بقى إيه اللي حصل. ليه المعظم مشي في نفس المكان اكن مفيش دهب محطوط، وليه في جزء راح يمين وشمال، في جزء ارتد لورا؟ قال لك الموضوع بسيط. فلو انت هتاخد حاجه حاجه مبدئيا، اول حاجه انت بتتكلم ان ايه؟ معظم الوامضات ظهرت في نفس المكان، فده عشان الذره معظمها فراغ ومش مصمته. تمام. طب هو كده نفى مين؟ كده نفى كلام تومسون، لان تومسون كان بيقول لك ان الذره اصلا مصمته لما قلنا انها زي كره صلبه. لكن ده قال لك ايه؟ لك لا، ده معنى اصلا التجربه بتاعتي يبقى معناها ان الذره معظمها فراغ. طيب تاني حاجه اتكلم على ايه؟ قال لك في ظهور بعض الومضات على الجانب الاخر، اللي هو اللي ارتدت على الجانب الاخر من اللوح. طب ليه؟ قال لك اصل الذره دي في جزء فيه كثافته كبيره، رغم ان هو بيشغل حيز صغير بس كثافته كبيره، فمعظم كتله الذره موجوده جواه. وبعد كده هنعرف ان هي اسمها نواه الذره. يبقى معنى كده ان في جزء ارتد الناحيه التانية. ليه؟ عشان هنا في جزء كثيف كثافته كبيرة موجود في حيز صغير من الذرة دي. تمام. بس معظم كتلة الذرة في المكان بتاعه.
ماشي، واللي هو نواة الذر. طيب اخر حاجه، ليه في موامضات راحت يمين وشمال الموضع الاصلي؟ قال لك في موامضات راحت يمين وشمال الموضع الاصلي بسبب ايه؟ ان شحنه النواه دي زيها زي شحنه الالفا، واحنا اتفقنا الالفا دي موجبه، فانت عارف ان الشحنات اللي تبقى شبه بعض بتتنافر. طب فبعدين فلما جت الالفا دي تخبط في النواه والاتنين بالموجب، بدأ يحصل ايه؟ بدأ يحصل تنافر، فراحت على يمين وشمال الموضع الاصلي. يبقى تاني احنا كان عندنا ثلاث حاجات. اول حاجه قلنا معظم الوميض فضل في نفس مكانه عشان الذره معظمها فراغ. وتاني حاجه في بعض الوميض ظهر الناحيه التانية، ارتد الناحيه التانية. ليه؟ عشان في جزء في الذره كثافته كبيره وبيشغل حجم صغير، ماشي، في معظم كتله الذر اللي هو نواه الذر. طب واخر حاجه ليه ظهر وميض يمين وشمال الموضع الاصلي؟ عشان الشحنه بتاعت النواه دي بتبقى موجبه، والالفا موجبه، فموجب وموجب يحصل تنافر، فراحت يمين وشمال. تمام. ده بالنسبة لتجربة رازرفورد. طيب بعد ما عمل التجربة دي قال لك أنا في فروض بقى هبدأ أحطها. طب يا عم قول فروضك. قال لك أول حاجة هتكلم على الذرة. طب هتقولي إيه عن الذرة؟ هقول لك إن هي شبه إيه؟ شبه النظام الشمسي. إزاي شبه النظام الشمسي؟ أصل إحنا عندنا في نواة وبيدور حواليها إلكترونات. أنت قصدك إيه بقى؟ ما النواة دي شبه الشمس، والإلكترونات اللي بتدور حواليها في مستويات الطاقة دي شبه الكواكب. فتمام ماشي، يبقى هي بالنسبة له معقدة وشبه تكوين ايه المجموعة الشمسية. زي ما اتفقنا اعتبر ان النواة هي الشمس والكائنات اللي حواليها دي هي الكواكب. طيب تاني حاجة هيتكلم عليه عن النواة بقى نفسها. طب هتقول ايه عن النواة؟ اقول لك اول حاجة ان حجمها صغير جدا. ماشي، لو احنا هنقارنها بالذرة في حجمها صغير قوي، بس في نفس الوقت معظم الكتلة بتاعت الذرة موجودة فيه. يبقى هي حجمها صغير بس معظم الكتلة موجودة فيه. طيب ايه كمان؟ تاني حاجة اقول لك عليها ان في بينها وبين مدارات المدارات بتاعة الطاقة او مستويات الطاقة في مسافات شاسعة، فده برضو اثبات ان الذرة مش مصمتة. طيب وتالت حاجة اقول لك عليها ان شحنتها موجبة، ودي اوريدي عرفناها اصلا ايه من التجربة بتاعته. طيب هتتكلم عن ايه كمان؟ هكلمك عن الالكترونات. هتقول ايه عليها؟ اول حاجة اقول لك ان كتلتها ضئيلة جدا. يعني لو انت قارنتها بالنواة فكتلتها ضئيلة جدا، وده منطقي. انت لسه كنت بتقول لي اصلا ان معظم كتلة الذرة في النواة، فيبقى اي حاجه تانية حواليها يبقى كتلتها صغيره جدا بالنسبه لها. ففعلا الالكترونات كتلتها صغيره جدا بالنسبه لها. طب دي حاجه. طب وايه كمان؟ هقول لك ان شحنتها سالبه، ماشي، وان هي بتساوي الشحنه الموجبه، وعشان كده الذره متعادله كهربائيا. وده تاني حد يثبت ان الذره متعادله كهربائيا، كان اول حد كان تومسون. تمام. طيب بس ده اختلف عن تومسون في ايه؟ اختلف عنه ان قال لك ان الذره معظمها فراغ مش مصمته. طيب وتالت حاجة هتكلم عليها في الإلكترونات، بقول لك إن هي بتدور حول النواة بسرعة كبيرة في مدارات خاصة، وما بتقعش في النواة. طب ليه ما بتقعش في النواة؟ عشان في قوة جذب بينهم وبين بعض، ماشي، وقوة الجذب دي بتبقى بتعادل قوة الطرد المركزية. وبما إن قوة الجذب وقوة الطرد الاتنين مساويين في المقدار بس كل واحد فيهم عكس التاني، فبالتالي تفضل الإلكترونات تمشي في إيه؟ في نفس المدار. يبقى أنت عندك كده قوتين، قوة جذب وقوة طرد، والاتنين نفس المقدار بس عكس بعض في الاتجاه، فبالتالي تفضل الالكترونات ماشيه في مداراتها الخاصه وما تقعش جوه النواه. طيب حلو قوي، انت كده خلصت ايه من فروض نظريه بور، نظريه فروض نظريه رذرفورد. طيب احنا بعد ما خلصنا الفروض بتاعت النظريه بتاعته، طب ما النظريه شكلها جميله وزي الفل اهي. طب ايه بقى، هل فيها عيوب؟ اه يا باشا فيها عيوب، والا ما كناش جبنا النظريه التانيه. طب ايه القصور اللي في نظريه رذرفورد بقى؟ قال لك القصور اللي فيها هي حاجه بسيطه قوي، ان هو ما عرفش يوضح التركيب الذري اللي يوضح فيه الالكترونات بتتحرك ازاي حوالين النواه. قول لي يا مستر ما هو قال لك ان هي بتمشي في مدارات خاصه وخلاص خلصنا على كده. اقول لك لا، هو ده اللي احنا نعرفه المره الجايه في نموذج بور، ان لا ده ليها شويه حاجات حلوه كده عايزين نعرفها. ماشي. فيبقى نظريه رذرفورد فشلت ليه؟ عشان هي ما وضحتش النظام بيمشي فيه الالكترونات حول النواه. تمام. وده كده كان ملخص سريع لتقريبا اول درس عندك في الباب التاني، وده اخر حاجه داخله معاك في امتحان الشهر. هو درس بسيط ولطيف يعني مفيهوش اي حاجه. تمام، وربنا يوفقكم ان شاء الله.